في حدث يوبيسوفت فورورد اللي فات شفنا لمحة عن الجزء الجديد من سلسلة برنس اوف بيرشا، بس اللي انا جاي اقولهولك ان ده مش جزء جديد من برنس اوف بيرشا اصلا. ايوه، اللعبة دي في الحقيقة جزء سري لأساسنز كريد. ما انا هقولك ازاي. عارف انك ممكن تستغرب بس انا هشرح لك الموضوع. بس قبل ما نبدأ متنساش تعمل لايك وسبسكرايب ويلا بينا. اول حاجة لازم تعرفها ان ده مش الامير. ناس كتير فاكرين ان ده شكل الامير الجديد، ولكن دي معلومة غلط. اللعبة بتدور احداثها حوالين ان الامير بيتخطف، وفي جماعة اسمهم الامورتالز مهمتهم ان هم يرجعوه، مهمتهم ان هم ينقذوا الامير ويحافظوا على الحكم، وبطل اللعبة اللي بنشوفه واحد من الجماعة دول. يعني ده مش الامير. يعني باختصار الامير بيتخطف وفي جماعة معينين بيحاولوا ينقذوه. طب ده ما بيفكركش بحاجة؟ خلينا نرجع بالزمن شوية لسنة 2004. يوبيسوفت في الوقت ده كانت تعتبر شركة صاعدة، وكان أكبر نجاح ليها هو سلسلة برنس اوف بيرشا. يوبيسوفت بتقرر إنها تستغل نجاح السلسلة وتعمل منها لعبة جانبية. اللعبة بتدور أحداثها حوالين إن الأمير بيتعرض لخطر، وإن في جماعة بتحاول تحميه من الخطر ده وترجعه للحكم. الجماعة دول هم الأساسنز. لاحقا يوبيسوفت بتقرر ان هي تلغي الفكرة وانها تقدم جماعة الاساسنز في سلسلة مستقلة لوحديهم عشان تبقى دي بداية سلسلة اساسنز كريد. واحد يقول لي اسطى عادي، يعني ما ممكن يوبيسوفت رجعت فكرة اللعبة القديمة وقررت ان هي تصنعها من جديد؟ ده مش معناه يعني ان الامورتالز هم الاساسنز. ده فعلا وارد، بس في سنة 2010 نزل فيلم برنس اوف بيرشا كان من انتاج يوبيسوفت، واللي ظهر فيه جماعة الحشاشين اللي هم الاساسنز، وبنعرف ان هم شغالين من البداية مع الملك اللي هو ابو الامير، وبيتم خداعهم لاغتيال الامير. وده بيوضح نية يوبيسوفت في ربط السلسلتين ببعض من البداية. مش يمكن مثلا خنجر الزمن ده يكون واحد من قطع عدن؟ ده غير ان الاساسنز عبر تاريخ اللعبة كان ليهم اكتر من اسم زي الهيدن وانز. ده غير كمان ان في اكتر من مجموعة فرعية طلعوا من الاساسنز زي جماعة لافولبي او الانيشيتس اللي هم الهاكرز اللي ظهروا في جزء سينديكيت ويونيتي. يعني ممكن الامورتالز يكون هو اسم جماعة الاساسنز في الفترة الزمنية دي، او على الاقل اسم جماعة متفرعة منهم. حاجة كمان لازم تعرفها ان دي مش المحاولة الوحيدة ليوبيسوفت انها تربط بين سلسلتين ببعض. يوبيسوفت بقالها حبة حلوين بتمهد لعالم مشترك تجمع فيه كل العابها، حاجة كده زي مارفل بس للألعاب. الموضوع ده اتأكد بشكل رسمي في إحدى إضافات واتش دوجز ليجن، واللي بتلعب فيها مهمات بأساسن، ما فاكر اسمها ايه، ثانية واحدة، ايوه دارسي. وده يبقى اول ربط بشكل رسمي بين السلسلتين. ده غير طبعا التلميحات اللي كانت مستخبية في باقي الالعاب زي اللي شفناها في اساس كريد اوريجينز. وكل دي ادلة بتؤكد نية يوبيسوفت في انها تربط سلسلة البرنس بسلسلة الاساسنز. ونيجي بقى للسؤال الاهم، ليه يوبيسوفت بتعمل كده؟ الاجابة هي الفلوس طبعا. جزء اساسنز كريد فالهالا اللي معظم اللاعبين بيعتبروه جزء سيء كسب اكتر من $1 مليار، وده يعتبر جزء سيء. ما بالك بقى لو اتعمل جزء في حدث مهم زي ترابط العوالم ده؟ تخيل ان عندك سلسلة زي اساسنز كريد بتدخلك ارباح بالشكل ده، ليه ما تربطش بقى السلاسل اللي عندك بيها، وبدل ما بتكسب من ورا سلسلة واحدة تكسب من وراهم كلهم؟ يعني انا مثلا كفان لاساسنز كريد، الحاجة الوحيدة اللي ممكن تخليني العب واتش دوجز ليجن هي ان انا العب الاضافة بتاعت الاساسنز اللي جواها واشوف هي بتحكي عن ايه بالظبط. طيب بدل ما ده حدث مهم وممكن يجيب ارباح بالعبيط، ليه يوبيسوفت ما تقدمش الحدث ده في عنوان مستقل بميزانية كبيرة؟ للأسف زي ما الموضوع ممكن يكون مربح لكن برضه فيه مخاطرة، فالأحسن انك تمهد لحاجة زي كده بشكل بسيط وتشوف رد فعل الجمهور في الأول، سواء كان التمهيد ده على هيئة إضافة في لعبة كبيرة أو لعبة بسيطة بميزانية محدودة. وفي النهاية حابب أقول ان كل دي نظريات وممكن كل كلام يطلع غلط، لكن انا اتمنى ان اشوف حاجة زي كده، والاهم ان اتمنى انها تتعمل صح. وبس كده يا اسطى، لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وياريت تقولي في الكومنتات رأيك، هل حاجة زي كده ممكن تحصل في المستقبل ولا ده شيء مش منطقي وصعب اننا نشوفه؟ وشكرا.